السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة مصرية أصيلة كلنا بنحبها، وهي كفتة الرز. كفتة الرز من الأكلات اللي ريحتها بتملى البيت وطعمها بيفتح النفس، وهقولك على كل التركات اللي تخليها تطلع معاكي مظبوطة من أول مرة وتكون طرية وبتدوب في البق. تابعي الفيديو للآخر عشان تعرفي كل التفاصيل وتنجحي فيها من أول مرة. وهي الرز معانا لكل نص كيلو من اللحمة نص كيلو رز. هنبدأ بقى ان احنا نغسل الرز كويس قوي وننقعه في المية لربع ساعة، وبعد كده هنحطه على فوطة ونسيبه ينشف تماما، ما نسيبش فيه اي مية خالص. واول ما الرز ينشف معانا خالص هنبدأ نحط شوية بشوية في المطحنة ونبدأ نطحنه لحد ما نخلص بقى كمية الرز اللي معانا. نبدأ بأول حاجة ان احنا هنحط بصلة كبيرة في الكبة ومعاها 5 أو 6 فصوص توم، وبعدين هنفرمهم سوا. بعد ما البصل والثوم يتفرموا كويس هننزل عليهم بقى بحزمة كبيرة من الشبت والبقدونس والكزبرة المتقطعين، وهنفرمهم في الكبة كويس. واول ما يتفرموا كويس هنبدأ ننزل عليهم بنص كيلو لحمة مفرومة وهنفرمها كويس قوي. بعد بقى ما طحنا كمية الرز كلها هنبدأ ننزل بيها على في الكبة اللي هي فيها اللحمة والخضرة. بعد ما هننزل بقى بالرز هنبدأ نفرمه كويس مع اللحمة والخضرة. هنبدأ بقى ننزل عليها بالبهارات، معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة كمون ونص معلقة قرفة ونص معلقة صغيرة مرقة دجاج. هنبدأ بقى نقلبهم مع بعض، وبعد ما نقلب البهارات كويس قوي هنبدأ بقى نصبع الكفتة. وبعد ما هنصبع كمية الكفتة كلها هنبدأ نحمرها على النار في طاسة على النار. بعد ما حطينا فيها الزيت وسبناه يسخن هننزل بقى بالكفتة عشان تتحمر. واول ما تبدأ تاخد اللون الذهبي نقلبها للجهة التانية عشان كلها تتحمر وتاخد اللون الذهبي ده. واول ما بتتحمر من كل الجهات وتاخد اللون الذهبي الجميل ده نبدأ بقى نرفعها من على النار. وبعد كده هنحمر بقية الكفتة بنفس الطريقة. وبعد ما حمرنا كمية الكفتة كلها هنبدأ بقى نحضر الصلصة. في حلة على النار حطينا فيها شوية زيت واستنيته لما يسخن، وبعد كده نزلنا بمعلقة توم مفرومة ونفضل نقلب فيه لحد ما ياخد اللون الأصفر. وبعد كده هننزل بعصير الطماطم، هنسيبها على النار شوية وبعد كده نحط البهارات بتاعتنا. نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة قرفة، وهنحط برضو معلقة سكر عشان تعادل الحموضة. وبعد كده هنقلبهم مع بعض وهنسيبهم على النار لحد ما تتسبك شوية. وبعد كده هنبدأ ننزل بالشوربة.
لو ما عندكوش شوربة ممكن تحطوا مية عادي. واول ما الصلصة تبدأ تغلي هننزل عليها بالكفتة. واول ما الكفتة تبدأ تغلي هنبدأ نغطي عليها ونسيبها على نار هادية عشان تستوي لمدة نص ساعة، عشان الرز يستوي كويس. وكده هتكون معانا الكفتة استوت. ودي كانت وصفتنا لكفتة الرز على الطريقة المصرية الأصيلة. شايفين شكلها قد ايه جميل؟ ريحتها طبعا وطعمها يجنن. جربوها وهستنى رأيكم في الكومنتات، واستنوني في وصفة جاية بإذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي.